السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جيتكم بواحد الحكاية، حكاية خديجة. أنا خديجة في عمري 24 عام، كنت جالسة بلا خدمة وكنت محتاجة للخدمة. قلبت حتى عييت وانا نتلقى واحد الخدمة في واحد الفيرما البنات. ولكن قبل ما تكمل الحكاية ما تنسونيش من لايك، واللي اول مره زور قناتي من الاشتراك وشي كومنتير باش يحفزني نزيد لقدام. لقيت خدمه عند مول الفيرما، خدمت عنده من العشيه للعشيه. داكشي اللي كنشوف كيصدمني، كنقول وقيلا عادي. بقيت كنخدم نهار على نهار، كل نهار البنات اللي في الفيرما كلشي كيخرجوا وكيقول لي انتيا بقاي. كنتخلع ما كنعرفش اشنو باغي واشنو واقع. كنبقى نتسنى ما كنشوفوش حتى كنعيا وكنخرج يوميا على داك الحال. واحد النهار قال لي انتيا صبري هنا انا جاي، وداكشي اللي شفتو صدمني. بقيت كنتسنى كيما العاده تا وصلت شي 10 ديال الليل بحال هكاك، وانا مخلوعه بوحدي في الفيرما. اشنو واقع وشنو غيوقع ما عرفتش. بقيت شحال وانا متردة ومخلوعة في الفيرما كبيرة. شوية كنشوفو هو جاي وكيضحك. تخلعت ورجعت باللور، لقيتو هز شي ميكات في ايديه ما عرفتهمش دياولاش. قال لي ماكي مخلوعة؟ قلت ليه لا، وانا ما كدبش عليكم، الخلعة في قلبي وما عرفتش شنو واقع. قال لي ريحي، ريحت. جاب الماكلة صفق الطبلة وانا مخلوعة وقلبي كيضرب. قال لي كولي بعدا عاد نهضروا. جلست كناكل وانا مخلوعة، يقول لي كولي هادي كولي هادي وانا مخلوعة. منين سالت الماكلة ديالي قال لي سير غسل يديك، كيتعامل معايا كيف شي طفل صغير. مشيت غسلت يديا، قال لي دابا يلا نوصلك وفي الطريق حنا نهضروا. رجعت شويه شويه نروح وباقي هاز ميكات كبار. وصلني في البلاصه اللي كنسكن، هو يعطينا دوك الميكات. قال لي سيري وصيمانه عاد رجعي. بالفرحه ما بقيت عرفت اش نقول ليه. عطاني فلوس في ايديا، مشيت لداري. كان قرمانات، الحوايج، الماكلة. نعست حتى الصباح، رتبت حوايجي، حطيت ماكلتي. واحد يومين كنلقى تليفون كيصوني، انا كاتبه على نمرتهم والفيرما. قال لي موجوده؟ قلت لي الخدمه. قال لي لا، هبطي عندي.
هبط قال لي يلاه معايا، مشيت معاه، شرا ليا الفراش علاش الناس، وشرا ليا ثلاجة صغيرة وأنا فرحانة، اديتهم لمحالي وفرشت وحطيت السلعة ديالي في الثلاجة. بعد ما كملت سيمانة مشيت لخدمتي عادي، ومشيت باش نشكرو، ما لقيتوش، لقيتو بدلني من الخدمة اللي كنت أنا فيها، حطني مع البنات في خدمة خفيفة، خدمت وأنا فرحانة. ملي جيت كنكتشف عرفت بلي مشى سول عليا وعرفت الظروف ديالي، داكشي علاش كيساعدني، هو من النوع اللي خاصو المساعدة كيساعدو. فرحت وطمنت، بقاو البنات كيغيروا مني، اشنو واقع ما شنو واقع، وانا ما تسوقتش ليهم، بقيت على داك الحال تا شديت دويرة كبيرة وخدمت بخير وعلى خير. دازت مدة وهو يعاود واحد النهار عيط عليا، مشيت هبطت عندو، عاود قدا ليا سلعتي وداكشي اللي خاصني، بقى ديما كيتصرف معايا هكا، وسبحان الله العظيم كيقولوا بعد الظن يتم، وهذه هي حكايتي. نتمنى الاعجاب ديالكم، ونتمنى الفيديو يكون خفيف وطريف على قلوبكم. ما تنسونيش من لايك حبيبتي، واللي اول مره زور قناتي من الاشتراك وشي كومنتار زوين اللي يحفزني نزيد القدام. مع السلامه حبيباتي، الى فيديو قادم ان شاء الله.